السلام عليكم، جيسبر راح تكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. على بالي جيت بدون سابق انذار، مي راني نشوف التعليقات بزاف اللي راهم يسقسيو وقتاش ايمي ما علنتيش عن النتائج تاع المسابقه. اكيد راح نعلن عليها وراح نديرو لايف يكون مبرمج. نورمالمون كان راح يكون لو 14 باش لو 15 ان شاء الله نبداو. مي درت حسابي باش توجدوا اموراتكم وتلتحقوا كامل راح نديروه لو 13 ان شاء الله. دونك ديروا في بالكم بلي لو 13 راح تكون ثاني دوره مجانيه. هذه هديتي لكم كامل في كل ما يخص صحه المراه مع طبيبتنا الليبيه اللي راح تكون معنا في مبادره احجز تذكرتك. ونحاول اللي ما قدروش يروحوا للزوم نحط لهم في التليجرام. دونك هزوا تليجرام ودخلوا للرابط وراح تستفيدوا اكيد. الموضوع راح يكون عن راح تشرح كل ما يتعلق بعنق الرحم، وراح تحكي شويه امور عن المراه لي غيغ، راح تحكيوا على صعوبه الحمل. يعني اي اسئله راح يكونوا عندكم راح يكون لايف بعد القاء الدوره في الانستغرام. دونك اللي عندها تليجرام، اللي عندها الزوم، ولا اللي عندها الانستغرام، يكفي يكون عندك انستغرام وتليجرام باش تحضري الدوره تاع الاستاذه ولا الدكتوره الطبيبه اللي راح تكون معنا مختصه في يعني مختصه في كيفاش نقولوا جينيكولوج هذه هي. وراح تعرفوا السيره الذاتيه تاعها ان شاء الله في قناتنا على التليجرام. مرحبا بكل وحده راهي حابه تكون معنا. وما نساوش الصح في النيه، كل واحد ينوي ويستقطب ويعمل من اجل الهدف تاعو باش يوصل. اي وحده حابه تخسر وزن، اي وحده حابه تكون بالحمل، اي وحده حابه توصل في حياتها الانجاز من الانجازات، تنوي وتكون نيتها صادقة بأنها راح دير هذا الأمر اللي فيه خير لتحسين حالتها وإلا لتحسين حالة الغير المحيط بها، وهكا تحصل على الأجر وكذلك يسهلها ربي في الشيء اللي راح تقوم به. النية والإرادة والعمل الصالح والحاجة اللي تنبع من القلب راح توصل. واللي راح تبدأ حاجة وهي مش مقتنعة بها تأكدوا بلي نيتها أصلا تاع نسي ونشوف مستحيل توصل. دونك ردوا بالكم، اخلصوا النيه، واي حاجه ديروها اربطوها بعلاقتكم بربي سبحانه. اي وحده حابه تخسر وزن دير في بالها باللي راح يسهل عليها عده امور تخدمها وتخدم دينها، صلاتها، النهوض الباكر، الصيام، حوايج بزاف اللي هي كانت ما على بالهاش بيهم. ممكن نجبدوا من هذا الكوتي شويه ونروحوا لارادتكم. الناس اللي قدمت لهم هذه الدوره، اسفه على صوتي راني شويه مريضه دونك الناس اللي قدمت لهم الدورات والا اللي درت لهم مسابقه هنا في ميزكم. علاش هذا الشيء؟ راني حابتكم تخرجوا من 2020 بانجاز ولو صغير، بخطوه ولو صغيره نحو تحقيق احلامكم. الناس اللي حضرت معنا اليوم دورة تحفيظ القرآن الكريم خرجنا كامل بمونتاليتي جديدة وبدافع وحافز جديد. ونفس الشيء اللي حكيت عليه من قبل أنا في خسارة الوزن حكى عليه الشيخ في تحقيق هدف الحفظ، اللي هو لازم لكم إرادة، لازم لكم العمل. الواحد ماشي فقط يتمنى ويقعد، لازم التخيل. تخيلوا أنفسكم في نهاية المشوار ومحقين هذاك الهدف. دائما نقول لكم تخيلوا روحتكم ووصلتوا للريزلتا، كيفاش راح تكونوا، كيفاش راح تكون حياتكم، كي تشعروا هذاك التغيير اللي راح يكون نورمالمون في حياتكم التم، راح تلقاو باللي لازم تستمروا، لازم تبداو، لازم تكملوا في المشوار تاعكم من اجل تحقيق اهدافكم. واللي حابين يشوفوا السيربريز اللي راهي في حياتي واللي راهي مفرحتني بزاف، والحمد لله الواحد يقدم حاجه مجانيه منا يعطيه ربي ويكافئه. وما زلنا نقولوا هل من مزيد يا ربي. ان شاء الله ربي يزيدنا كل خير من خيراته، وربي يرزقكم وانتم تاني يرزق كل وحده راهي متمنيه حاجه في قلبها ربي يوصلها ليها. تحياتي لكم، هكا نكون خفيفه ظريفه عليكم فقط، ما تقلقوش راح يكون لايف السحب اكيد. وشكرا لمشاركتكم، وان شاء الله الجائزه تكون من نصيب اي وحده راهي محتاجه حقا لتغيير، ما تكونش من نصيب وحده اللي ما عندهاش اراده. اذا ما عندكش الاراده ما عندك ما ديري بالمتابعه الشخصيه بالتحديات، ما عندك ما ديري انت تعطيني رد فعل سلبي وانا نقعد ندز فيك ونتعب روحي معاك. سورتو
راح نهز عدد كافي اللي حابه نعاونو. دونك ردوا بالكم، ما تاخدوش حق ولا بلاصه واحد اللي يستاهل فريمون انه يكون معنا. تحياتي، كانت معكم ايمي، سلام.